وانا في حالي، لا تاذيني ولا اذيك. يا ست لا تاذيني ولا اذيك ايه وانا عفريت؟ ايه لا تاذيني ولا اذيك دي؟ بعدين بقى. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اروح للعرسه تديني طاقه ايجابيه يعني ولا اعمل ايه؟ انت مش وش طاقه ايجابيه، انا غلطان. اعمل ايه دلوقتي؟ بقول لك ايه يا دكتور فرناس؟ ايه يا دكتورة؟ هو دكتور ضيائي ده صديقك من زمان؟ لا ابدا، بس هو بعد ما سمع عننا من مجموعه علماء اصدقاء يعني خد رقمي منهم وكلمني. وتثق فيه ازاي؟ حضرتك مش شايف انه من الخطر جدا ان احنا ندخل اي تجربه من غير ما نتاكد منها الاول؟ انتي هتقلقيني ليه بس يا دكتوره رانيا؟ وازاي انا ما فكرتش في الحكايه دي؟ هما حاجتين يخلوك تثق في الانسان، يا اما يكون صديق ليك يا اما لا بلاش يا اما التانيه دي. انا وشي كده، سحنتي سحنت كده، انا ممكن اقبل رشوه؟ مين قال رشوه؟ انا ما قلتش رشوه. ايه؟ طب بتزعقي ليه؟ بالراحه. انا بتكلم على القلب الطيب اللي بيصدق اي حاجه. ايوه ده صحيح، انا معروف عني اني قلبي زي قلب الخصايه. عنك يا امي، عنك، انا هوصلهم لك لحد باب البيت. يا ابني شوف لك شغلانه محترمه وسيبك من الحركات دي بقى. محترمه ايه يا حاج؟ انا بقول لك هساعدك عشان يعني تقولي لي كلمه حلوه، تدعي لي دعوه طيبه. شكرا يا اخويا، بلا طيبه بلا شريره. والله يا حاج انا لسه واحد قال لي نفس الكلام ده، كمان كان دكتور وفي الاخر سرق موبايله وجري. احترم نفسك يا ابني، انا دكتور احياء. بلا احياء بلا مخدرات اللي بوظت الشباب. لا يا حاجه، التانيه الكيمياء، انا احياء. ربنا يعافينا ست الكل. المهم سيبك منه واتكل انت عشان تحضري الغدا. الله صحيح انت عامله ايه النهارده؟ ده انا عامله ملوخيه بالارانب 100 100. والله يا حاج ولاد الحرام ما سابوش ولاد الحلال اللي زي اي حاجه. الو. ايوه علي باشا، كله تمام. حبيبي يا حوده اقسم بالله، لا اهم حاجه خليك جنبهم، واي حد يقول لهم كلمه واحده حلوه تديله فوق دماغه اجلده. حبيبي والله العظيم مش عارف اقول لك ايه. وروني هيطلعوا منها ازاي المره دي عشان يتنافسوا معايا انا على المشروع بتاعي. طب وانت متأكد انت يعني مسيطر وهتعرف تفضي كل البطاريات قبل ما اليوم يخلص؟ يا مان انا مش عايز افضي البطاريات الثلاثه، انا عايز افضي بطاريه واحده بس. هو واحد بس يقع هيجيب لي الثلاثه كلهم خسرانين. ايوه يعني انت مالي ايدك من اللي اسمه ضياء ده ولا هلبسك معاهم؟ يا فادي يا حبيبي ضياء ده بقى اخويا، ده بيكلمني لغه عربيه فصحى فاكرني صيني. صيني ازاي يعني؟ يا باشا بالاي اي غيرت صوتي عملته راجل صيني وبعت له فويس نوت. ني هاو، عايز اجرب اختراع مصري على شباب مصريين. يا ابن القرد. ورحت مبصي له رقم فرناس، وفرناس اول لما سمع سيره الفلوس بعت العيال جري. يا اختي عليك وانت فنان كده وبتفن. انا عايزكم تتعلموا مني كل حاجه بعملها يا ولاد، ورقه وقلم وتكتبوا ورايا، اعتبروا نفسكم في ورشه مجانيه عشان لما ان شاء الله في يوم من الايام اخد جايزه عظيمه تقولوا بمنتهى الفخر احنا تلامذه علي الفكهاني، احنا تلامذه علي الفكهاني. مش عارف انت ازاي تلميذي بالشنب ده بصراحه، بس خلاص يعني هنعدي. سيبك بس من موضوع الشنب ده، انت جبت جهاز المشاعر ده منين؟ لا ده طلبته اونلاين عادي من موقع صيني، بس طبعا طورت فيه كتير جدا. استنوا بس الساعه تعدي 12، انا هخلي لكم العيال دي مش نافعين تاني خالص. رز بسمتي للجميع. ايوه يا بنتي، انا وصلت عند عربيه حمص الشام زي ما قلتي لي. انت فين؟ مفيش غير واحده بس اللي واقفه. ما انا اهو. طب اقفلي انا شفتك. اقفلي الرصيد ده بيروح. اقفلي. ماشي. ازيك يا دكتوره ولاء؟ كويسه. كويسه. دكتوره ولاء، دكتوره ولاء بعد اذنك اقفي بس انا بكلمك. حلو حمص الشام؟ عادي. انت بتحبي الحاجات العادي زي انا كده عادي؟ ما بحبش حاجه. ما تحبيش حاجه. تحفه. اللوك الجديد عليكي تحفه. فكره الشعر الكيرلي دي لايقه عليكي جدا. ده شعري بقاله 15 سنه. 15 سنه. ما انا اتلخبطت من حلاوتك، اتلخبطت. انا كان قصدي اللوك بتاع لبسك، فكره القميص المقفول عليه البلوفر السبعه دي يعني. دكتور طلعت، ده الستايل بتاعي بقاله 15 سنه. طب ما تعتبري الكلام ده انا بقوله لك من 15 سنه. مفيش حل.
ايه ده؟ بص القمر حلو ازاي، شبه حد انا واقف معاه بالظبط. مفيش قمر اصلا طالع. يعني انت ركزتي ان مفيش قمر طالع وما ركزتيش في شبه حد انا واقف معاه بالظبط؟ ايوه. انا فاهمه انت بتحاول تعمل ايه كويس قوي يا دكتور. وعلى فكره دكتور ضيائي قال ان البطاريات بتتشحن بالمشاعر الحقيقيه، يعني المشاعر دي لازم تبقى طالعه من جواك، وانا مش هسمح لك انك تعمل كده. وعلى فكره انا لو هعيش عمري كله البطاريه بتاعتي فاضيه مش هخليها ابدا تتملي بمشاعر مزيفه ابدا. طب حمص الشام يعني ايه؟ يعني ما فيش اي حد هيقول لي كلام حلو؟ بس مفيش غير بتاع حمص الشام هو اللي هيقول لي كلام حلو. ايه القمر ده؟ احلى بتاع حمص الشام في الدنيا. يا دكتور مجدي طمني. كله زفت يا دكتور فرناس. ماذا حدث؟ مش عارف اعمل ايه، حتى رغبة اللي كانت ماشية توزع كلام حلو فجأة بقت عايشة في فيلم رعب. طب تعالى لي يا مجدي واسمع مني كلمتين حلوين يا اخي. يا دكتور فرناس يا دكتور فرناس، الكلام لازم يكون طالع من القلب، وانت اساسا مش طايقني. يا دكتور مجدي ما تقولش كده، ده انت ابني العبقري يا اخي. ايه ده؟ الله عليك يا دكتور فرناس، انا فعلا حسيت اني اتشحنت شويه. ما تزعلش مني، دي كلمتين كده طلعوا بشكل عفوي يعني لا ارادي، اذا هذا. ايوه، ما عشان كده اشتغلوا. طب لو كده بقى يبقى نلتقي ونقعد نرغي لحد الصبح كما يحلو لنا. خلاص يلا، انا منتظرك في البيت. وانا في الطريق اليك. يلا تصبح على خير. وانت من اهله يا دكتور مجدي يا صديقي. مع السلامه. اهلا. افرحوا يا طنط، دكتور طلعت بنفسه جالكم. اهلا وسهلا يا دكتور طلعت، الزياره السعيده دي. اخيرا كلمه ايجابيه اتقالت لي. شكرا. هو دكتوره ولاء موجوده؟ طبعا يا حبيبي موجوده، ثانيه واحده يا ولاء. خير يا دكتور طلعت؟ كنت محتاجه اتكلم معاكي بس في كلمتين. هو انا مش قلت لحضرتك يا دكتور طلعت شوف لك شخص غيري يشحن لك؟ ليه بس كده يا حبيبتي؟ مفيش اكتر من الشواحن عندنا، هي المشكله الوحيده يا دكتور طلعت ان الفيش كلها مشغوله. بالظبط كده. بالظبط ايه؟ لا المشكله عند حضرتك يا طنط اني فاهمه غلط. انا شحني مش محتاج فيش، شحني محتاج انسانه تتكلم معايا 5 دقايق بس. طب ممكن من فضلك يا امي تسيبينا قد ايه؟ 5 دقايق. 5 دقايق بالثانيه يا امي. حاضر يا حبيبتي. ويا ريت ما تلمعيش اوكر. حاضر. هي ماما بتعرف تلمع اوكر؟ مش باين على ماما ان هي صنايعيه وبتلمع اوكر. اتفضل. انا عندي اوكر في البيت كتير بايظ. اتفضل. ها يا دكتور طلعت انا سامعاك، وخلي بالك ال5 دقايق بدأوا. طب بص يا دكتوره ولاء، انت عارفه ان انا ارقى بكثير من اللي انا هقوله ده، لكن انا قررت اني اتنازل لاول واخر مره في حياتي واعتذر لك. طب وحضرتك عايز تعتذر ليه وانت ما عملتش حاجه؟ عندك حق، دكتور طلعت لا يخطئ. استغفر الله العظيم يا رب. ولكن انا ما ينفعش برضو اخلي انسانه رقيقه زيك تزعل بسببي. انت عارف ان انت دلوقتي شحنتني بنسبه 76% من غير ما تقصد؟ انا بجد مش عارفه اشتمك ازاي. لا وتشتميني ليه؟ يلا انت كمان قولي لي كلام حلو، عشان زي ما انا شحنتك 76% اشحنيني حتى 30%. لا انا بعتذر، مش هينفع. اولا انا ما اقدرش اقول اي كلام حلو كده عشان اشحن اي شاب وخلاص، وثانيا انا لو قلت لك كده هبقى بنافق، وكمان النفاق ده مش هيشحنك خالص. يعني انا عشان اسمع منك كلام حلو يشحنني لازم اجي اقول لك ولاء انا عايز اخطبك؟ يا ألف نهار أبيض، ده إيه الأخبار الحلوة اللي أنا بسمعها دي؟ هو أنا هلاقي لبنتي عريس أحسن منك يا دكتور طلعت؟ مبروك يا ولاء، أخيرا وافقتي على العريس. يا جماعة بس افهموني. أنا كده بقى أقدر أشحنك للصبح. لا تشحني إيه؟ خلاص أنا مش عايز أشحن. أحتنوب. والله عسل ودمك شربات يا دكتور طلعت.
عسل يا خطيب اختي. خطيب اختك ايه؟ ثواني بس يا جماعه، معلش هقطع البهجه والسعاده اللي انتوا فيها. هو انا كده لبست؟ طبعا. يعني هي كده بقت خطيبتي؟ اكيد. الساعة داخلة على 12 واليوم قرب يخلص، ويا عالم هيحصل فينا ايه؟ يعني مفيش اي حد قال لك كلمه حلوه؟ والله ولا شكرا حتى. غريبه قوي، الناس ما بقتش عارفه قيمه الكلمه الطيبه. سحقا وتبا لهذا الزمان. سحقا فعلا والله.